السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نحضر معكم جوج حلوات ديال لاكريم، وحده على شكل لابيش وحده عاديه. بالنسبه للمقادير كتكون جد بسيطه واقتصاديه وغير بجوج بيضات، وما كنطلبوا لا الجيلاتين لا حتى شي لا شي فرماج لا حتى شي حاجه. تبعوا معايا المقادير باش تشوفوا طريقه التحضير. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا هنا واحد الكاس ديال كاس عامر ديال السنيده، عندي واحد نص كاس ديال الماء، عندي هنايا واحد جوج معالق ديال الكاكاو وجوج بيضات، واحد الخماره، واحد الفاني، وكاس ونص ديال الدقيق. كنأكد عليها كاس ونص ديال الدقيق. غادي نحضروا الجينواز ديالنا. كتجي واحد الجينواز زوينه، نتوما غتشوفوا قدامكم كتجي رطبه وزوينه وكتخدمي بها ما كتقطعش بين يديك، كتلعبي بها كيف بغيتي. هنا كنهرس واحد جوج بيضات ديالنا تيكونوا بحراره المطبخ. واحد لاستيش الا البيض فيه شي حاجه ملي كتهرسوه، حاولوا تحيدوا هذيك الحاجه بالقشور ديال البيض، كيسهل انك تهزيه. هنا تنديروا بعد ما درنا جوج بيضات ديالنا، درنا واحد كاس ديال السنيده، قبصه تاع الملح. نتوما ديروا كاس كامل، انا درت غير كاس ناقص واحد المعلقه صغيره يعني. وهنايا زدت واحد الباكيه ديال الفاني، وغادي نزيد غادي نطرب هذا الخليط. السر ديال الجينواز باش يجيكم مزيان خاصكم تطربوا الخليط بين البيض والسنيده، طربوهم مزيان حتى يولي اللون ديالهم بيض. هذا هو السر ديال الجينواز باش يجيكم رطب، خاصكم تطربوه مزيان حتى دوك الحبيبات ديال السكر ما كيبقاوش كيبانوا. من الاحسن تاخذوا سنيده اللي كتكون رقيقه. الا كانت رقيقه دغيا كيطلع الجينواز. هنايا تنطرب فيه. هانتوما شوفوا اللون ديالو كيفاش تيولي بيض. حاولوا تطربوه مزيان مزيان مزيان، وباش يطلع لكم خاص حتى داك المول ديالكم فاش كطربوا البيض ما خاصش يكون فيه الماء ولا الندى. والبيض خاص يكون بحراره المطبخ باش يصدق لكم دغيا. هانتوما شوفوا كيفاش ولا اللون ديالو، كيكون اللون ديالو مايل البياض. هنا كنضيف واحد نص كاس تاع الماء وكنحرك غير بشويه باش ما نطيحش داك الخليط اللي طلع. غير شويه د الماء. علاش كنديروا الماء؟ كنديروا الماء باش الجينواز يجي رطب وكيعوض لينا كثره البيض، حيت حنا درنا غير جوج بيضات. داك النص كاس كيعوض لينا البيض، وحتى الجينواز كتجي رطبه بزاف احسن من الزيت. هنايا غادي ناخذ كاس ونص ديال الدقيق، غنضيف عليه واحد جوج معالق ديال الكاكاو، غادي نحركهم وخماره وغادي نغربلهم باش نضيفهم للدقيق ديالي. هاد الجينواز دغيا تطلع دغيا جربوها وردوا عليا في التعاليق. جوج بيضات، عندك جوج بيضات، كاس د الماء، عفوا جوج بيضات، كاس السكر كطربيهم وكتزيدي عليهم واحد نص كاس ديال الماء، وكتزيدي كاس ونص ديال الدقيق وجوج معالق ديال الكاكاو، كتجي جينوازه رائعه. هنايا غربلت هنايا كاس ونص ديال الدقيق وجوج معالق ديال الكاكاو وخماره، غربلتهم وغادي نضيفهم على داك الخليط ديالي. صراحه تجي واحد الجينواز كتخدمي بها كيف ما بغيتي، تخدمي بها في اي حاجه تتخدمي بها. هنايا بعد ما غربلت الكاكاو والدقيق ديالي، درت جوج معالق ديال الكاكاو ودرت هنايا كاس ونص ديال الدقيق وخماره. غادي نحاول انا غادي نضيفو، ما غاديش نضيفو على جوج دفعات فقط، وغادي نحاول نخلط. بالنسبه للخليط حاولوا تخلطوه من التحت للفوق لتحت للفوق باش ما يهبطش لكم داك الخليط، ما يهبطش لكم داك البيض اللي طربناه مع السكر. حاولوا بهذه الطريقه، هذا الشكل هذا صافي. ها الخليط كيولي بحال هكا كيف كتشوفوا، ما تيكونش ثقيل بزاف وما تيكونش عاود جاري بزاف. انايا غادي نخويه في اللاطه وغادي ندخلو الفران. بالنسبه للفران خص يكون سخون مزيان، يعني درجه الحراره يكون مجهده في الفران. وغادي تحاولي تقاديه في واحد البابي دو كويسون بحال هكا كيف عملت له، وغادي تدخليه الفران سخون، وغادي تهبطي الحراره ل 180 درجه مده سته عندك 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه على حسب الفران ديالكم. هنايا درت الجينوزه الثانيه، ما كثرتش فيها الكاكاو، درت غير معلقه واحده. شوفوا كي كتجي، شوفوا ملي طابت، شوفوا كتلعبوا بها كيف بغيتو، ما كتقطع ما والو، رطبه رطبه. هذه كاع ما تحتاجي تسقيها لان اصلا هي رطبه بزاف. وهذه الجينوازه الثانيه اللي غادي ندير، هذه ما كثرتش فيها الكاكاو، درت فيها غير معلقه واحده حتى هي نفس الشكل. غادي نسرحها في واحد لاطه اللي فيها البابي دو كويسون ورقدته، وكنحاول نقادها في اطراف الجوانب، وكنديرها كذلك في الفران على درجه حراره 200 درجه. شوفوا كي كتجي رائعه هاد الجينوز، تديروا بها اي حاجه وكتجي حتى في البنه كتكون زوينه. وحاولوا ما يشربهاش لكم الفران. في الوقت اللي درت الجينواز الثانيه، انا هنا غادي نحضر السيرو باش غنسقي الجينواز ديالي. هنا كاس تاع القهوه
زدت عليه واحد جوج معالق ديال السكر وواحد المعلقه تاع الكاكاو، غنديرهم فوق البوطه وغادي نديرهم في واحد القريعه باش نسقي بها الجينواز ديالي. هنا غادي ندير واحد الشكلاط اللي غادي نزيد على الكريمه. هنا خديت الكريمه ديالي تقريبا، خديت واحد نص كاس وغادي نضيف عليها واحد 150 غرام ديال الشوكولاته. انا هنايا درت الشوكولاط اللي كتكون شويه غيش، ما فيهاش نسبه السكريات، فيها 55% ديال الكاكاو. المهم خديتها درتها دوبتها في الحليب، عفوا دوبتها في نص كاس ديال الكريمه وحركتها وحطيتها باش في الثلاجه باش ملي تبرد ليا نضيفها على الكريمه. هنايا خديت الكريمه ديالي تنطربها. احسن كريمه هي هذه، انا ما تنديرش اشعار، ولكن هذه صراحه ما كتزيدي عليها والو، غير كطربيها، فيها البنه وفيها حتى المذاق وحتى لا تكستور ديالها، كتخدمي بها كيف بغيتي. هادو لا صراحه ما انا ماشي اشعار، ولكن هذه هي اللي كنخدم بزاف. هنايا بعد ما طربتها الشوكولاط ديالي اللي ذوبت حطيتها في الثلاجه تتجمدت شويه، غير تجمعات. غادي نزيدها هذيك الشوكولا اللي كنت ذوبت، غادي نزيدها على هاد الكريمه فقط. هادشي اللي زدت على الكريمه وعطات واحد البنه زوينه زوينه بزاف. ما تحتاجي تزيدي لا فرماج لا حتى شي حاجه، غير هادشي اللي كتزيد عليه هاد الكريمه وكتعمري بها وكتعطي واحد المذاق رائع. هنايا طربت ديك الكريمه، طربت ديك الشكلاط مع مع هذا، زدت ديك الشكلاط مع هاد الكريمه ديالي بهاد الطريقه هذه. حاولوا ديما ديروا شي شوكولات اللي كيكون زوين، تيكون نسبه الكاكاو فيه مرتفعه باش يطلع لكم الجينواز ديالكم مزيانه. هنايا صوبت بعد ما طربت الجينواز ديالي صوبت واحد الكريم باتيسير حطيتها في الثلاجه تبرد. هاد الكريم باتيسير غنزيد عليها الشكلاط وغادي نطربها مزيان تتولي واحد الكريمه اللي على شكل شوكولا، وغادي نزيد عليها الشكلاط اللي ذوبت وغادي نطربها مزيان كيف كتشوفوا. ها هي الكريم باتيسير طربتها مع ديك الكريمه اللي كنت ذوبت، وغادي نزيدها على الكريمه ديالي. الكريمه غادي نزيدها عليها وغادي تجي رائعه، عرفتي واحد المذاق ما يا سلام. كتعطي حتى الكميه، كتعطي الكميه وتتعطي البنه، لان ديك لا كريم باتيسير ملي زدت عليها الشكلاط وطربتها جات زوينه. انا غادي نضيفها على هاد الكريمه ديالي. تصوروا ب 500 ملي ديال الكريمه صوبت جوج جينوازات ومازال شاط ليا وبالكاناج وكلشي. يعني ما شاء الله فيها سميتو فيها البركه. هانتوما شوفوا بعد ما طربت لا كريم ديالي، لا كريم باتيسير زدت عليها شويه د الشكلاط، ديك الشكلاط اللي ذوبت وزدتها الكريمه، داك النص اللي بقى ليا زدتو على الكريمه كريم باتيسير وخلطتهم مزيان طحنتهم مزيان. ودابا تنخلطهم، كطلع واحد الكريمات زوينه بزاف بنينه، واحد المذاق رائع. جربوها وردوا عليه في التعاليق، راه كتجي بنينه. لا كريم باتيسير يعني تتعرفوا اي واحد كيصاوب لا كريم باتيسير، يعني من الساهل انك تاخدي مثلا الكاس ديال الحليب كتزيد عليه واحد المعلقه ونص ديال لا كريم باتيسير، واحد الصفر بيضه وواحد نص كاس واحد الفانيا، وكتحركيهم مزيان. كديرهم فوق البوطه ملي حتى كيعقادوا شويه صافي كتخليهم في الثلاجه، كتعطيهم واحد السلوفان حتى كيبردوا عاد كتخدمي بهم. هنايا الكريمه ديالي غادي بعد ما زدت عليها المكونات كاملين غادي نخدم بها دابا. هادو هما الجينوازات اللي درت الاولى والثانيه. الصراحه طلعوا زوينين، كتلعبي بهم كيف بغيتو. هانتوما تتشوفوا رطبين بزاف، كتشكليهم على اي حاجه تدوريهم ما تيتقطعوا ما والو، ورطبين كاع ما كيحتاجوا تسقيهم. هنايا غادي نغطيهم واحد شويه، غادي ناخذ واحد شويه د الكريمه غادي نزيد عليها شويه د الشكلاط، تقريبا واحد كاس ديال الكريمه، كاس لاروب ديال الكريمه، واحد شويه مازال غادي نزيد الشكلاط راه ما مشى ليا المقطع. غادي نزيد الشكلاط وغادي نبدا نحرك الكريمه، سخنتها وكنزيد عليها الشكلاط حتى كتولي تتحل ديك الشكلاط كامله. وغادي نحطها على جنب حتى تجمع شويه باش نغلف بها الشكلاط ديالي، نغلف بها الكيك ديالي عفوا. هنايا كنبقى نحرك فيها حتى كتذوب. دابا غادي ناخذ الجينواز ديالي، غادي نحاول نسقيه بديك داك الماء اللي بالقهوه والسكر والكاكاو. ما كنسقيش بزاف حيت اصلا الجينواز راه رطبه. صافي غادي ناخذ الكريمه ديالي. السر في الجينواز باش كيجي زوين ملي كتسقيه كيجي زوين، كيجي معلك مع الكريمه كيذوب كيجي يا سلام. هنايا تنحاول ايطالي الكريمه ديالي على الجينواز. صدقوني كتجي رائعه. تصوروا انا صوتها ما شاء الله جات زوينه. اللي ذاقها تيقول لي الجينواز كتواتى مع هاد الكريمه. لان الكريمه درت فيها الشكلاط بزاف، ودرت فيها حتى بالنسبه للكاكاو كاينه في الجينواز وكاينه حتى في الكريمه، والشوكولات كذلك. هنايا كنحاول ايطاليها في جميع الاطراف.
كنطاليها مزيان وما نحاولوش نعمرو بزاف، ما خصهاش نعمرو بزاف، غير نحاول تجي الكريمه مستويه ومقاده. هنا غنحاول نجمعها. ها نتوما شوفوا كتلعبوا بالجينواز كيف بغيتو، ما تتقطع ما والو وتتجي زوينه بزاف. كنحاول ندورها وغادي نحطها في الثلاجه حتى غير تجمع ليا واحد شويه. غنحطها تقريبا على حسب واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق قد ما خليتوها مزيانه. دابا غنديرها في السلوفان، غنلويها في السلوفان ونحطها في الثلاجه. وغادي نحضر الجينواز الثانيه، غادي نقطعها على شكل دوائر بالحجم داك لو سيركل اللي عندي 20 سنتيمتر. وغادي نحاول نقطعها على شكل دوائر. غنديرها على شكل هاد لو سيركل اللي القطر ديالو 20 سنتيمتر. الجينواز ديالي كنحاول نقطعها على حسب داك لو سيركل، ولو ان الطريقه باش قطعت لا جينواز كان عليا حتى نحيد لا جينواز من داك البابي دو كويسون، عاد يمكن ليا نطراسيها بداك لو سيركل. انا درت العكس، انا ما حيدتهاش من لو بابي وبديت كنطراسي فيها، وداك الشيء علاش كتبان ليا باقي لاصقه في البابي. يعني الطريقه زربت شويه، داك الشيء اللي خلاني شويه ما قديتش ما حيدتهاش قبل. دابا غادي ناخذ هاد الاطراف هاد المرصوات هادو غنخليهم. غادي ناخذ واحد السيركل غندير ليه البابي السلوفان من التحت، وغادي نحاول نحط الطبقه الاولى ديال لا جينواز. غنقادها في هاد لو سيركل هذا وغادي نسقيها بالقهوه والكاكاو والسكر اللي كنت صاوبت قبيله. ودابا غادي نبدا ندير الكريمه ديالي وكنحاول نقادها وسقيتها. راكم كتشوفوا دائما الجينواز خاصكم تسقيوها غير الطبقه الاولى اللي كتكون لتحت، ما تسقيوهاش بزاف باش ملي تبغيو تهزوها ما تبقاش تفرست ليكم. ديما الطبقه اللي كتكون في الاسفل كنسقيوها غير شويه ماشي بزاف. الطبقه اللي كتكون الفوق الا كانوا 3 طبقات كناخذوا الطبقه الوسط اللي في الوسط والفوقانيه هي اللي كنسقيو مزيان. دابا درت شويه د الكركاع، نتوما تديروا المكسرات اللي بغيتو. انا درت شويه د الكركاع الوسط، تقدروا ديروا اوريو، تقدروا ديروا كاوكاو، ديروا اللي بغيتو. درت شويه د الكركاع وعاود درت الطبقه الثانيه وعاود سقيتها. الا شفتوا الطبقه الثانيه سقيتها مزيان. وهنايا تندير الكريمه ديالي، كنعاود نيطالي الكريمه كنحاول نقادها في جميع الاطراف. كنقادها في جميع الاطراف، كنعاود نزيدو الكريمه. نتوما تديروا الاضافات اللي بغيتو، ما بين طبقه وطبقه كديروا الكركاع ولا تديروا اللوز ولا اي حاجه بغيتو، ولا البخاليني ولا الفويتين مع البخاليني، اي حاجه تديروها. صافي من بعد ملي كنكملها كنحاول كنحطها في هاد السوبيره هادي وكنحطها في الثلاجه وكنغطيها وكنخليها حتى تبرد ليا واحد ساعه ولا ساعتين. وهنايا تناخذ الجينواز الاخرى ديك لابيش كنحاول ايطاليها بالكريمه وكنبقى بشويه بشويه حتى كنكملها كامله. يعني كنقاد لها الاطراف ديالها كامله. كنحاول نجيب ديك لاجينواز في جميع الاطراف، ما نخليوش شي بلاصه خاويه. هكذايا بشويه غير بسباتولا حتى كتكملي. صافي حتى هي وتنحطها في الثلاجه. صافي ملي كنسالي ليها الكريمه تنحاول نحطها في الثلاجه تتبرد باش ندير عليها الكاناج ديال الشوكولات. هنايا بعد ما بردات ليا ديك الحلوه ديالي كنخرجها من الثلاجه، كنحاول نحيد ليها داك لو سيركل من التحت وتنحطها في شي مول بحال هكايا باش نخوي عليها الكاناج. ملي كتكون بارده دغيا كيشد فيها الكاناج وكتسهل ما كتعذبكش، يعني دغيا غير كتخوي عليها الكاناج كيشد فيها. هنايا تنحاول نخوي عليها داك الكاناج ديال الكريمه والشوكولات اللي ذوبت. صراحه الكاناج مازال عندي سخون، غير الكريمه حيت بارده دغيا شد فيها. وهنايا تناخذ الكاناج الاخر تنخوي عليه ديك لابيش بعد ما بردات حتى هي في الثلاجه. كنخوي بهذه الطريقه هذه. صافي ملي كنخوي الكاناج ديالي كنحاول نغطي جميع الاطراف اللي كتبان، يعني ما نخلي حتى شي بلاصه. كنهزو حتى من التحت وكنعاود نزيدو باش هنايا هذه واحد لاستيس كناخذوا الشكلاط تندوبوه ما تنزيدو عليه لا زيت لا والو. تندوبو في حمام مريم تنحطوه فوق البوطاجي كنسرحوه بواحد السباتولا كنخليوه حتى كيبرد وتنكرطوه تيجي هذا الشكل هذا. وكيجي على هذا الشكل هذا وكنزوقوا به الطورطات وكذلك لابيش ديالنا هو باش غنزوق انايا هذاك الشكلاط اللي صاوبت اللي سرحته فوق البوطاجي حتى برد وكرطو
هو اللي تنزوق به دابا لابيش، كيعطي واحد المنظر زوين بزاف. هانتوما غادي تشوفوا منظر ساهل وبسيط. ودابا غادي نحاول نكمل التزيين. غادي نحاول ناخد شويه الكريمه، غادي نديرها من الفوق، وغادي نحاول ندير التزيين الاخير. صدقوني كتجي هاد لابيش زوينه، كتجي رائعه، خصوصا المذاق ديالها مع داك سميتو المكونات اللي درنا. ما كثرناش المكونات، غير راكم شفتوا تبعتوا معايا الفيديو، غير الشكلاط وشويه ديال الكريمه، يعني ماشي شي حاجه كثيره. هنا تندير الفرomبواز ديالي، نتوما تزوقوا باش ما بغيتوا. تزيين بسيط ساهل، يعني مكونات بسيطه تزينوا بالفريز بالتوت باي حاجه عندكم في الدار. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. شوفوا كي جات رائعه، جات زوينه صراحه، جات بنينه. حتى بالنسبه لي جات واحد لا تيكستور رطبه وزوينه. مكونات جد بسيطه، خرجت ليا جوج حلوات ديال لا كريم. وهذه حتى هي خرجت زوينه، جات رائعه. تزيين بسيط انتم تتشوفوا. الزين تيكون اختياري، وكذلك تقدروا ديروا اي حاجه. صدقوني هما صراحه اقتصاديين، ماشي شي حاجه كثيره، ما داتش لينا مقادير كثيره، وحتى الوقت دغيا صوبتهم. هذه لابيش ما شاء الله جات زوينه، وكذلك الحلوه الاخرى. نتمنى اللي عجبكم الفيديو ما تنسونيش في التعليق، وما تنسونيش في جيم وفي اشتراك. ونتمنى تجربوا هذه الوصفه، راها اقتصاديه وسهله، كتحضر في الحين، والاهم انها لذيذه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.